سوف نتعرف في هذا المثال على كيفية إضافة بعض عناصر التحكم controls إلى النموذج. فلنفترض على سبيل المثال أننا نريد استخدام عنصر تحكم حسابي لحساب نسبة خصم على المنتجات بمقدار 25% لفترة محدودة، بالإضافة إلى إضافة عنصر تحكم من النوع list box لتحديد نهاية هذا العرض. ولبدء إنشاء عنصر تحكم من النوع text box داخل طريقة العرض design view، نختار العنصر text box من شريط الأدوات toolbox، ثم نضغط مع السحب داخل الجزء detail في الموضع الذي نريد إضافة عنصر التحكم إليه حتى يتم رسم العنصر بالأبعاد التي نريدها تقريبا، ثم نترك مفتاح الماوس فيظهر عنصر التحكم text box داخل النموذج. ونلاحظ أنه تم إضافة عنوان تلقائي لهذا الحقل داخل عنصر التحكم label، ويمكننا تغيير هذا العنوان كما نريد، وذلك بالضغط على عنصر التحكم label لاختياره، ثم نضغط عليه مرة أخرى وندخل العنوان الذي نريده لهذا الحقل وليكن special offer. ولإدخال التعبير الخاص بإظهار سعر الوحدة للمنتج بعد نسبة الخصم، نضغط داخل عنصر التحكم text box الموجود بجوار العنوان special offer الذي قمنا بإدخاله، ثم ندخل علامة يساوي لبدء إدخال المعادلة متبوعة بالمعادلة الخاصة بحساب سعر المنتج بعد الخصم. فندخل اسم الحقل الذي يحتوي على سعر المنتج قبل الخصم بين قوسين square bracket وهو الحقل unit price، ثم ندخل علامة الضرب وندخل القيمة 75% لحساب سعر المنتج بعد نسبة الخصم، وذلك لأن نسبة الخصم هي 25% من السعر الأصلي. ويجب ملاحظة أنه يمكننا استخدام منشئ التعبير expression build لإدخال هذه المعادلة. ولإضافة عنصر التحكم list box لتحديد تاريخ انتهاء فترة العرض للمنتج، نقوم أولا باختيار العنصر control wizard من الجزء العلوي لشريط الأدوات toolbox، وذلك لإظهار معالج عناصر التحكم control wizard عند إدراج العناصر، ثم نختار عنصر التحكم list box ونضغط مع السحب في الموضع الذي نريد إدراج عنصر التحكم به حتى يتم رسم العنصر بالأبعاد التي نريدها تقريبا، ونترك مفتاح الماوس فيظهر المربع الحواري list box wizard. فنرى في هذا الجزء ثلاثة خيارات، فنختار I will type in the values that I want، وذلك لإدخال قيم قائمة السرد والتحرير يدويا، ثم نضغط على مفتاح next للانتقال إلى الخطوة التالية لتحديد عدد الأعمدة التي نريد إظهارها داخل القائمة. وبما أننا نحتاج إلى عمود واحد فقط لتحديد تاريخ انتهاء العرض، سنترك الرقم 1 في الخانة number of columns كما هو. وفي هذا الجزء نقوم بإدخال قيم القائمة وهي عبارة عن التواريخ الخاصة بانتهاء فترة العرض الخاصة بالمنتجات، فنضغط داخل الخلية الأولى ثم ندخل التاريخ الأول ونضغط على مفتاح تاب من لوحة المفاتيح للانتقال إلى الصف التالي، وندخل التاريخ الثاني ونضغط على مفتاح next. وإذا أردنا تخزين قيم هذه القائمة داخل قاعدة البيانات، نختار store that value in this field، ثم نضغط في الخانة المجاورة لهذا الاختيار ونختار الحقل الذي نريد تخزين البيانات به من هذه القائمة، فنختار الحقل special offer، ثم نضغط على المفتاح next وندخل اسم لعنصر التحكم في هذه الخانة وليكن ends، ثم نضغط على المفتاح finish فيتم إنشاء قائمة التحرير والسرد داخل الجزء details. ويمكننا إدراج باقي عناصر التحكم داخل النموذج بنفس الطريقة السابقة. ولعرض النموذج داخل طريقة العرض form view، نضغط على المفتاح view من شريط الأدوات، أو نضغط على القائمة view ونختار طريقة العرض form view، فيظهر النموذج بعناصر التحكم الجديدة التي أضفناها. وفي الحقل special offer يظهر السعر النهائي للمنتج بعد حساب نسبة الخصم. كما يمكننا تحديد نهاية العرض لكل منتج من خلال القائمة ends التي نراها هنا.